ظلمت الراجل وافتكرته جايب لي طبق رز فاضي، طلع مخبي اللحمه جوه ما بين الرز. يمكن خايف اللحمه تتحسد ولا حاجه. يا لئيم، المفروض ان ده طبق برياني لحم، بس انا اول مره اشوف اللحمه مستخبيه جوه الرز بالشكل ده. انا اعرف برياني لحم يعني اللحم فوق والرز تحت عادي خالص، ولما دقته لقيت الطعم مختلف، هو حلو قوي وسبايسي جدا، والناس كانوا مرحبين بيا جدا. مش عارف ليه بصراحه، جابوا لي كل الحاجه اللي عندهم. بس في الاخر خالص فهمت. المهم مع الطبق لقيت الحته البتاعه الغريبه دي، بصراحه مش عارف ايه هي. طبق لبن اب وفيه سلطه غريبه كده، حتت صغيره، بس اللبن اب اللي هو لبن مالح. وبما انكم عارفين يعني بحب ادوس في اي اكل، قلت اجرب ومالي. من كتر الترحيب جاب لي البرطمان كله كامل. ده انا عارفه اشار. واللي ما يعرفش الاشار احب اقول لك ان دي حته مانجا متخلله بطريقه غريبه كده وسبايسي وحلو قوي. بس تقريبا انا فهمت انا فين. بس في الاول عايز اقول لكم سر، بس ما تقولوش لحد. انا لما ببقى بره طول اليوم وقاعد بلفلف كده والدنيا معايا خلاص الباور ناقص، اول ما بشوف كلمه مطعم بخش على طول. وماله، يلا حط على الرز وعيش. ما عنديش تفاهم انا اميز المطعم ده بتاع ايه ولا ايه، مع شويه هوت صوص بقى عشان نولع الدنيا. المهم انا لما فقت من الغيبوبه شويه طلعت راسي لفوق كده شويه وقعدت ابص يمين وشمال. ايوه كده صح، انا عرفت انا فين. انا في مطعم هندي يا جماعه. هندي يعني مش هزار. ايوه برياني بس بالطريقه الهندي. وقتها كنت انا العربي الوحيد اللي موجود. فهمت ليه هم كانوا بيرحبوا بيا قوي. بيني وبينكم انا ضربت الطبق كله، حبست بعدها بعصير برتقان فريش هو اللي عصره قدامي. المطعم ده كان اسمه اسيان تيستي، واحب اقول لكم ان الدايت باظ. سلام.